ازيكم؟ النهارده جاي اتكلم معاكم في موضوع الاذى النفسي. كل حد فينا في حياته شخص او اكيد قابل شخص مؤذي نفسيا. كلامه يعني كلامه مؤذي، كلامه بيضايق. شخص اسلوبه سيء في التعامل. آه دايما كلامه كده زي ما بيقولك ايه، كأنه بيحدف طوب، اللي هو فعلا كأنه يعني كلامه مؤذي حتى. يعني طبعا الناس مش متخيلة قد ايه الموضوع ده بيأثر في اللي حواليه. كفيل انه يدخل بني ادم في حالة اكتئاب. ممكن يفكر افكار سيئة كتير. يعني مثلا دكتور نفسي بيحكي بيقول: من سنة جالي شخص قال لي: انا الديون المعنوية اللي ليا عند اخويا المتوفي كفيلة انها تدخله جهنم. بعد ما سمعت منه حكى وكده قلت له: عندك حق، بس سامحه علشان هو دلوقتي يعني بين ايدين ربنا. قال لي: مش قادر. حاولت وبرضه مش قادر. قال لي: يا دكتور، قبل صلاة الجنازة عليه في واحد طلع وخطف في الناس، لو المتوفي مديون لحد بفلوس يبلغ عشان نسددها عنه. ساعتها يا دكتور كان نفسي الخطيب يقول: لو المتوفي مديون لحد بدين معنوي يبلغ يمكن الدائن يسامح. قالها وهو بيبكي بشدة، يعني بحرقة. فساعتها ما كانش طبعا، يعني الدكتور بيحكي ساعتها ما كنتش عارفة اقوله ايه. بس يا جماعة دلوقتي الديون المعنوية والنفسية بجد صعبة جدا، واللي بيموت وعليه دين معنوي او ظلم، او يعني ظلم حد بكلمة او جرح حد بكلمة، الكلمة دي كفيلة تدمره من جواه يعني وما يقدرش ينساها بسهولة. حاولوا قبل ما تموتوا تخلصوا من ديونكم النفسية اللي مع اي حد حواليكم. ما تسيبوش حد، ما تسيبوش اثر سيء في حد. ما تحاولوش تأذوا نفسية حد. الحد اللي انت اذيته ده، انت مش عارف هو كلمتك دي هتخليه ينام على ايه ويصحى على ايه، او ممكن تخليه ده ما يصحاش. انت نفسك بعد ما اذيت حد انت هتنام وانت يعني اذي حد، انت مش عارف انت يعني هتنام تقوم ولا لا، الشخص ده مسامحك ولا لا. هنقف بين ايدين ربنا ونتحاسب على الكلمة اللي اذينا بيها حد. هنتحاسب لو في يوم يعني نيمنا حد زعلان او بيبكي. ده طبعا ليه مشاكل كتير، اذى بقى اهل لولادها، اذى صحاب، اذى قرايب، اذى ازواج، اذى يعني كتير. في ناس للاسف طبعا ده ضعف ايمان وكل حاجه ممكن تفكر في الانتحار. سمعنا كم من مشاكل وحاجات من دي، وللاسف يعني انتحروا بالفعل شباب صغير، اللي زمايلها بيتنمروا عليها في المدرسة، واللي أهلها أو أهله مدمرينهم نفسيا، واللي زوجها يعني مأثر عليها أو أذيها نفسيا. فالأذى كتير، وطبعا احنا مش بنوصل للدرجة دي من الأذى غير لما يكون حد قريب والله. ومش شرط يعني برضو التنمر وصل لحد حتى على السوشيال ميديا، طبعا حاجة معروفة. ممكن حد يعني دخل كتب كلمتين أو كومنت سيء لحد ومشي. هو طبعا الله أعلم بقى هو قاصد يأذي حد ولا لأ. هو طبعا اللي بيعمل كده بيبقى ده بدون أخلاق صراحة، لأن هو طبعا مش مدرك. في ناس مش مدركة قد ايه الكلمة بتأثر، وقد ايه كومنت سيء زي ده ممكن يأذي حد او تخليه مش عارف ينام، تدخله في اكتئاب شديد. حاجات كتيرة جدا. فانا رسمتي النهاردة اللي هو يعني الكلمة، اللي هو كل لفظ فعلا بنقوله بنتحاسب عليه. فقد ايه الكلمة اللي طالعة دي بتبقى يعني بتأذي ازاي، ممكن تأذي لأي درجة. والأذى المعنوي على فكرة بيبقى أسوأ من الأذى الجسدي بكتير. وطبعا عارفة اللي بيتابعني نسبتهم أكتر طلبة وكده، فما تسمحوش لحد يتنمر عليكم، ما تسمحوش لحد يأذيكوا بكلمة، ما تسمحوش لحد أيا كان قربه منكم انه يأثر على نفسيتكم او يتعدى حدوده معاكم. والحياة مش مستاهلة خالص. انا اللي خلاني اصلا اتكلم في الموضوع ده
اللي هو كان شفت يعني خبر انا لحد دلوقتي مصدوم منه. طفل هو طفل في مرحلة إعدادية بس يعتبر يعني ستيل طفل، صحابه بيتنمروا عليه. تمام. هو طبعا بقى الله أعلم الفكرة أو الدماغ دي جات له منين. هو طبعا اتأذى نفسيا، وتقريبا أهله ما كانوش قادرين يستوعبوه أو مش بيتفاهموا معاه فمش بيسمعوا له. يعني الكلام أنا مش فاكرة السرد الموضوع بالظبط، بس إنه للأسف يعني انتحر. طبعا فكرة الانتحار دي معرفش يعني ازاي جاتله في السن ده، ممكن بقى تلفزيون، سوشيال ميديا، الله أعلم. وبعد طبعا مع الوقت اكتشفوا ان صحابه في المدرسة كانوا بيتنمروا عليه جامد، وكان يعني منبوذ منهم، وكانوا دايما يعني بيضايقوه في المدرسة وكده، فموت نفسه. طبعا الأهل اللي هو مش قادرين يستوعبوا هو ده ازاي وحصل. تخيلوا لما يكون في تنمر او اذى نفسي، وفي نفس الوقت اللي ما فيش فيه حد يقول كلمة تطبطب او كلمة تداوي الاذى النفسي ده. فيا جماعة يا ريت نخلي بالنا من كلامنا، وزي ما في كلمة بتأذي، في كلمة بتطيب وبتساعد. في ممكن ناس بعد ما كانت حياتها لطيفة وجميلة ومقبلين على الحياة، بكلمة ممكن تقفلهم من الدنيا خالص، تدخلهم في دور اكتئاب، توصلهم لأفكار سيئة. في نفس الوقت اللي فيه ناس بتبقى يعني على حافة الهواء زي ما بيقولوا، بكلمة واحدة ممكن تنقذهم وتخليهم يبصوا للحياة بنظرة مختلفة، تخليهم يعني مستقبلهم كله يتغير بكلمة، كلمة حلوة، كلمة تشجيع. فزي ما الكلام السيء بيأذي، زي ما الكلمة الطيبة بتغير لأحسن كتير. والكلمة الطيبة صدقة طبعا زي ما احنا عارفين. وطبعا يعني وده ما يمنعش طبعا ان كلنا بيجي علينا اوقات بنبقى يعني في اوقات غضبنا او كده، وارد طبعا نقول يعني نخرج عن شعورنا، نقول كلام يضايق حد. فيا ريت برضو نتدرج ده بسرعة، ونحاول نراضي اي حد حتى لو ضايقناه بدون قصد، وما نسيبش ديون نفسية او معنوية علينا لحد. وفي النهاية، نهاية الفيديو عايزة اقول بس ان يا ريت كل غشيم وكل سليط لسان وكل فظ طباع خلي بالك من الديون المعنوية، مش هتخليك تتهنى على اي شيء في حياتك. طول ما انت ظالم حد صدقني حياتك هتبقى صعبة. ما تسيبوش عليكوا ديون معنوية لحد. صفوا خلافاتكوا اول باول مع اللي حواليكوا، سامحوا و راضوا اللي حواليكوا لو زعلانين منكوا. وياريت نسهل الحياة على بعض ونجبر بخاطر بعض، لان الحياة مش مستاهلة. والحياة قصيرة، وحقيقي مفيش اي حاجة تستاهل لا نأذي حد ولا حد يأذينا. سلام.